شوفوا انتوا بتسموه ايه، انا بقول عليه عيش قرص. ايه رايكم بقى اللي يخليكم تعملوه النهارده بكل سهوله وبساطه وبمقاديره المظبوطه جدا اللي هتخليه ينجح معاكم من اول مره؟ هقول لكم ازاي تسووه في الفرن وفي الطاسه على البوتاجاز، ومن حلاوته وسهولته هتعملوا كميه كبيره تحفظوها في الفريزر فطار وعشاء ولانش بوكس وسحور رمضان. يلا عشان تعجنوا ورايا. كل الكميه دي ما شاء الله طلعتها من كيلو دقيق بس، عليه رشه حلوه كده من الملح بايد، معلقه مليانه من الخميره، معلقتين سكر، وهكون محضره كوبايه من الميه الفتره، هاخد ربعها بس او نصها اشغل بيهم الخميره قدامي كده. اضافات بقى تطيب العجينه، معلقتين كده كبار مليانين من القشطه البلدي، 4 معالق من اي نوع زيت نباتي، معلقتين كبار من السمنه البلدي، تقدروا تشيلوا الزيت وتخلوه كله سمنه اللي يريحكم. وهقلب كل المكونات اللي هي السايله دي مع المكونات الجافه كاني ببس الدقيق كده. بعدها بضيف بقيه كوبايه الميه اللي انا لسه واخده نصها، وبعدين بحضر نص كوبايه ميه كمان هضيفها كلها والم تاني العجين. اول ما الاقي بقى عندي الدقيق بدا يختفي هبتدي اشتغل بايدي عشان اعجن واشوف القوام. بدات الم كله كده بالسوائل، ولسه باقي عندي شويه دقيق هضيفهم نص كوبايه حليب، وممكن تكملوهم ميه عادي، ونلم كويس تاني الى ان الاقي كل الدقيق عندي في الطبق بتاعي اختفى تماما. في الوقت ده اعرف اني هوقف اضافه سوائل، واعجن بقى كويس قوي العجينه بتاعتي لحد ما تتلم تحت ايدي ويبقى قوامها املس وناعم بس مش بيلزق. هلمها كويس واسيبها في الطبق بتاعي تخمر، مش لحد ما تتضاعف حجمها، بس انا عايزاها ترتاح عشان اعرف اشكلها. الجو برد هتسيبوها نص ساعه، الجو حر 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، وتاخدوها قدامكم على الرخامه وعلى رشه حلوه من الدقيق. ابتدي اقسم العجينه بتاعتي. حجم الرغيف يرجع لينا طبعا، بس كل ما صغرتوه علشان الواحد ياخد رغيف او 2 كده كان افضل، وعشان كمان يبقى شبه القرصه البلدي ومش هيتعبنا في تكنيك الفرد خالص. هخلص كميه العجين بتاعتي كلها كور كده اقرب للمتساويه بعيني. العجينه اصلا من كتر ما هي استرتشي كده ومطاطه وطريه هتتشكل معاكم بكل سهوله. هخلص كل الكميه واسيبها ترتاح برضو 10 دقايق ربع ساعه، او لحد ما اضغط عليها كده الاقي صباعي بيعلم واقدر ان انا افردها يعني بقت طريه. وهحضر صينيه بتاعتي او على الرخامه هحط فوطه علشان ابدا احط عليها الرغيفه عندي. هاخد بقى شويه من الكور بتاعتي اللي انا لسه مقرصاهم على رشه من الدقيق على الرخامه عادي خالص، وفردة 2 كده هتلاقوا لقمه العيش فردت معاكم بكل سهوله عشان العجينه ناجحه واخدت معاكم شكل دايري. بشيلها من على الرخامه وابتدي احركها ما بين كف ايدي كده يمين وشمال عشان اديها الشكل المظبوط، ولو في حته انا ضغطت عليها شويه اكتر من حته تانية يرجع يتساوى تاني. والحركه دي مهمه جدا في تريح الرغيف ما بين كف ايدي، اسمها ردة الرغيف يعني. وفي نفس الوقت بنضفه من اي دقيق كان باقي عليه، عشان انا مش عايزه دقيق كتير على الرغيف عشان ما ينشفوش او يتحرق معايا وانا بسويه. هخلص كل كمية العيش بتاعتي بنفس الطريقة، مش هياخد منكم وقت خالص، وابتدي اريحه على الفوط اللي انا لسه حطاها، وما بين كل طبقة وطبقة هحط فوطة وارص فوقيهم تاني. هسيبهم بقى يرتاحوا ويتخمروا لحد ما يتضاعف حجمهم بالشكل ده، نص ساعة برضو تقريبا، وابتدي اشتغل باول رغيف انا فردته للتسوية في الفرن العادي او الفرن البلدي. هسخن الفرن كويس جدا وهبتدي احط على الصاج على طول بتاع الفرن. هتلاقوا العيش بعد 4 ثواني تقريبا بدأ يقب ويعلى وياخد لون من تحت. هشغل الشوايه ياخد لون من فوق. طب انا عايزه اسويه على الطاسه ومش عايزه اشغل الفرن، هسخن الطاسه بتاعتي كويس جدا على اعلى درجه حراره، وبعدين اهدي للوسط واحط العيش واعد 4 عدات على صوابع ايدي واقلب الرغيف، و4 عدات تاني واقلب الرغيف. هنفضل نعمل الحركه دي لحد ما تلاقوا الرغيف قب معاكم وعلي بالشكل ده. هتبداوا بقى تقلبوه يمين وشمال عشان ياخد لون متساوي من الجنبين. وكل ما الطاسه كانت عندكم كبيره عادي خالص نحط اكتر من رغيف 2 و3 و4 ونمشي بنفس التكنيك. اهم حاجه النار عندي تكون عاليه. طيب الفرق ما بين الطاسه والفرن ان الفرن هيقب وهيبقى مقرمش من فوق، انما الطاسه لا، اول ما بنرفعه من على الطاسه بيهبط تاني ويقفل، ما بياخدش القببان بتاع الفرن، والاتنين نتيجه واحده ومفيش ولا رغيف مش هيقب معاكم باذن الله. بيختلف بس في اللون وقبة الرغيف مش اكتر من كده. واحكولي بقى عن الريحه اللي قلبت البيت وجمال لقمه العيش اللي هتاكلوها باذن الله. اظن الشكل بيتكلم عن نفسه ومش محتاجه اوصف اكتر من كده. كمان اللقمه من جوه محمله كده زي القرصه البلدي، وطعم السمنه والقشطه واضح جدا. حطوه في اكياس محكمه الغلق وحطوه في الفريزر وطلعوه لسحور رمضان او في اي وقت محتاجين فيه لقمه عيش حلو. انا كده خلصت وصفه العيش بتاعي النهارده خلاص. متاكده من سهولته وبساطته
وحلاوته وقد ايه فتحت نفسكم عليه، هتقوموا تجربوا. وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم وتعملوا لي لايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. ومتحمسة قوي اشوف صور العيش بتاعكم. الف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامة.